الراجل ما اتفرجش على الفرقه. يعني المفروض ان انت الماتش الاولاني، وده طبيعي، ماتش على ملعبي، ان انا بهاجم. اتفاجئت ان الفرقه جابت جون. انا رجعت المباراه تاني، جبت جون ثم ضربه جزاء وضاعت، وبعد كده جبت الجون التاني. انا شايف من خلال المباراه ان الفرقه اعلى مني في كل حاجه. البدني، الحاله النفسيه، الحاله الذهنيه، الحاله الفنيه. انا ربنا كرمني وجبت الجون التاني، احافظ بقى ما كبرش، لان انت بتلاعب تيم محترم. تيم انا من وجهه نظري في الماتش ريال مدريد وماتش سان داونز اللي هنا واللي هناك، لا سان داونز اعلى من ريال مدريد على الاداء بتاع سان داونز، على الخطوره، على التحركات. يمكن في ماتش الريال كان في دوافع عند لعيبه الاهلي ان انت بتلاعب ريال مدريد، فممكن يكونوا كانوا مركزين قوي. انما في ماتش سان داونز الاولاني ده من حق اي حد، انت بتلعب على ارضك عايز تكسب، بس انت كسبت، كنت لازم تلم نفسك وتلم الدور وتبدا تعرف ان انت بتلاعب تيم مش قليل، تيم قوي جدا، تيم انت ما قابلتوش لا في ريال مدريد ولا في فلامانجو ولا كل الكلام ده. انت كنت مع الريال بتروح وتيجي وتهاجم انت هنا في سان داونز ما روحتش، انت بتروح بالصدفه. يعني النهارده مثلا احنا قلنا الماتش الاولاني كان لازم ياخد عظه ويبقى في درس له، ويتفرج على الفرقه دي ويجيب اللعيبه يتفرج على اداء الفرقه. ده طبيعي يا كابتن وبيحصل، اكيد لا حصل. ما بيحصلش، اكيد حصل يا كابتن. ما حصلش. اسمع ده انا بقول لك عليه. الفني دلوقتي يا كابتن ما يا اتفرجش حبيبي فرقته على اسمعني، الكورة. ما عندوش فكره. اسمع ده انا بقول لك يعني عليه. انت متخيل ان النادي الاهلي دخل مباراه سان داونز الثانيه دي من غير ما يتفرج على الماتش الاولاني؟ لان لو اسمع الكلام يا فاروق، لو هو اتفرج لا يمكن العب ابدا بطاهر النهارده وابدا بالقندوزي، لا يمكن. لا يمكن. انت عندك نص الملعب بتاعهم من نار، الحته بتاعت نص الملعب والفرود، لا حته والله يا كابتن كلهم حقيقه، بما فيهم حراس المرمى اللي هو اضعفهم. يعني انا بتكلم كلهم. اضعف حاجه الديفنس وحارس المرمى. معاك. ده اضعف خط عندهم. وانت لو انت بقى مقفل كويس ومزهقتهم، هم ما كانوش عملوا اللي انت اللي عملوه فيك النهارده. انما انت رايح فاتح صدرك، انت عايز تكسب. لا انا في ماتش زي ده لو رجعت ببونت انا الكسبان، لان انا عندي لسه الهلال وعندي القطن. انما لو خسرت هتبقى مشكله زي ما حصل. فانت النهارده انت تايه ليه؟ انت تايه ليه؟ اولا التشكيل غلط. حاله توهان غريبه. التشكيل غلط، دي رقم واحد. انت مفروض بتلعب 4-4-2 في ماتش زي ده عشان تضيق المساحات يا عم فاروق. ده انت بتتكلم عايز تلعب 4-4-2. ده مفروض. ده هو يلعب يعني يمرن الفرقه من ماتش المقاولين على طريقه 4-4-2 اللي انا هلعب بيها في سان داونز، اللي هو الماتش المهم اللي هو يعديني البر الامام في افريقيا. واخد بالك؟ طبعا ما عملش الكلام ده كان في ماتش المقاولين اتنفض. ده تشكيل الاهلي النهارده، ده تشكيله وحش جدا. انا بقول لك طاهر انت لعبت بناء على ايه، والقندوسي لعبت بناء على ايه؟ في ناس هتقول لك ايه، ما القندوسي عمل الجون. اللي عمل الجون هو بيرسي تاو. بيرسي تاو النهارده نجم اللقاء الحقيقه، احسن لعيب في الفرقتين. فردي فقط، فردي، عشان ما حدش مساعده. ليه؟ لان هو الوحيد اللي واخد على الجو. خلي بالك انت بتلعب برضه الساعه 3. بص النهارده حمدي فتحي ده وديانج دول مش اقوى 2 لعيبه عندهم البدني عالي في الفرقه. كانوا تايهين ليه؟ الجو مأثر عليهم. طب ما الراجل بيرستو قاعد عندنا كابتن بقاله فتره برضه يا حبيبي، بس هي خلاص، ده هو مولود هناك. الموضوع عادي بالنسبه له. حتى لو جه هنا هو بيلعب فترات عادي مفيش مشكله. انما انا بكلمك على اللعب في التوقيت ده. هو واقف على رجله ليه؟ لانه واخد على الجو. او طب اقول لك على حاجه، بيرسي تاو ما عرقش الا في اخر الشوط الثاني، بدا العرق ينزل عليه. انما من اول الشوط الاولاني ما كانش فيه عرق لانه واخد على الجو. بص لعيبه النادي الاهلي كلهم عرقانين. ده طاهر كان بينز ميه كاني مثلا خارج من تحت الدش، واخد بالك، ومش قادرين ياخدوا نفسهم. ده الفرق بينه وبين بيرسي تاو، يعني بين لعيبه الاهلي وبيرسي تاو. دي حاجه. تاني حاجه، انا عشان كده انا بقول لك العب حتى لو ب4 ديفندرات، زهقهم يا عمي. انا مش عايز اكسب، العب ب2 فراوده والعب لهم اللي هو ايه، الكره القديمه بقى، طفش لهم
للاثنين الفراوده، بس اهم حاجه نص الملعب ما يتضربش. النهارده انت كنت بتتضرب بكوره يا فاروق، ده الجون الخامس اقسم بجلاله الله يتدرس وان تاتش، تك 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 انفراد. انت ما شفتهاش؟ شفت طبعا كل لا بالذات الجون كل الخامس كور ده. كل كور. هم كمان في وقت من الاوقات، والحقيقه دي انا كنت مستغربه، كانوا ناقصين ان هم يخشوا بالكوره جوه الجول. ده هم بص الشوط الثاني بيلعبوك باقل مجهود. خلاص هم جابوا الشوط الاولاني اشفقوا عليك فبيلعبوك عادي، فانت استفزتهم بالكره بتاعت بيرسي تاو اللي جبت الجون الثاني، قاموا قال لك لا دوس بقى، جابوا الرابع والخامس. واخد بالك؟ مع ان الشوط الاولاني كانوا 80% استحواذ وانت 20. لو داسوا عليك الشوط الثاني كانت النتيجه وصلت بقى 8 و9، ده كانت هتبقى مش صدمه، ده كانت هتبقى حاجه يعني تمام. مش عايزين نقولها يعني. كابتن ابو